اللي احنا بتعاوننا بالشغل هذا، ونعرف مين الشخصية بما انه هو ابن بلد مش جاي من برا، وهذا مهم جدا لنا. تفضل معك الميكروفون. هاي يعطيك العافيه ويعطي العافيه الجميع. وانا متاسف على اللي قاعد بصير، يعني بتعرف قضيه الانترنت وشيء، على الرغم انه كانه احنا موجودين كدول بتقدموا متطوره بس الوضع تعبان، لانه نفس الشيء بالجامعه قديش في امكانيات ما بشوف كل القضيه خربت، وانا بنمرق وقت قاعدين مش اكثر من هيك. المهم يعطيك يعني انا اهلين بالسنه الاخيره نشرت كتاب صغير، يعني عملته حوالي 50 صفحه مش اكثر من هيك، سميته ظهر العمر الزيداني العصر الذهبي لفلسطين. ويعني كان متعمد انه يكون كتاب صغير فقط 50 صفحه مش اكثر من هيك، حتى يقرا الكتاب، لانه من التجربه صارت اكثر من مره انه الكتب الكبيره 300 و400 صفحه يعني قلائل جدا من يقوم بقراءه هذه الكتب. فلأهمية الموضوع اللي متحدث عنه الشيخ ظهر العمر الزيداني في الجديد في فلسطين، فأنا عملت كتاب صغير حتى يكون بمتناول اليد ويكون في كل مكتبة، وطبعا وزعناه كمان بدون يعني مقابل، لأنه أنا بعتقد أنه هاي رسالة مهمة جدا لنا كمجتمع فلسطيني في هذه البلاد، أنه نتعرف على العصر الذهبي لفلسطين. وانا لم اقصد يعني 100% بكلمه العصر الذهبي لفلسطين في القرن الثامن عشر. العصر الذهبي لفلسطين لم يكن لا في القرن ال19 ولا في القرن ال20 ولا في ال21. العصر الذهبي لفلسطين كان في القرن الثامن عشر. لذلك انا بنوه هنا بس يعني ملاحظه صغيره، انه في شهر 2 السنه القادمه 21 في المتحف الفلسطيني في بير زيت راح يكون في معرض على مدار السنة كاملة عن مدن الساحل الفلسطينية. وأهم شيء راح يكون في هذا المعرض هو عمليا فلسطين في القرن الثامن عشر، وشخصية ظهر العمر الزيداني راح تكون هي الشخصية الطاغية على هذا المعرض في المتحف الفلسطيني في بير زيت. والسبب هو يعود إلى أنه أولا ظهر العمر هو مثل ما قلنا هو فلسطيني، ابن فلسطيني يعيش في هذه البلاد، لم يكن من قائد مستورد، يعني بعكس القيادات الكثيرة التي كانت في فلسطين التي حكمت في عكا أو في أماكن أخرى، كانت عبارة عن قيادات التي تم استيرادها إما من اسطنبول أو من أماكن أخرى. ولكن هنا ولأول مرة يعني من مئات السنين ينتج من داخل البلاد قائد، وهذا القائد يعني يصنع نوع من ثورة في كل المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في فلسطين. وواضح أن يعني للكل أنه بعد خروج الصليبيين من البلاد من فلسطين، انتهاء الاحتلال الصليبي الفرنجة الأوروبيين من فلسطين، الأيوبيين والمماليك اللي جاءوا بعد الصليبيين قاموا عمليا بهدم ممنهج ومبرمج واستراتيجي لكل مدن الشاطئ الفلسطيني، الساحل الفلسطيني والساحل السوري عامة، يعني من شمال سوريا وحتى جنوب فلسطين. كل مدن الساحل تم هدمها بشكل كامل. والسبب اللي قامت المماليك والايوبيين في ذلك بهذا الهدم انه حتى لا يكون امكانيه للقوات الاوروبيه الغازيه، القوات الفرنجيه الغازيه التي تاتي الى فلسطين، وكان متوقع ان تعود الى فلسطين، ان يكون لها موطئ قدم. حتى يمنع ان يكون هنالك موطئ قدم في فلسطين، فتم يعني هدم هذه المدن جميعا. الآن يعني وبقيت هذه المنطقة يعني مهدومة تقريبا لحتى القرن الثامن عشر. يعني حيفا، يافا، عكا، طبرية، الناصري، كل هذه الأماكن اللي أصبحت مدن في القرن الثامن عشر حتى بداية القرن الثامن عشر ما هي إلا عبارة عن مناطق مهجورة، وتقريبا لم يكن بها سكان بالمرة يعني، وحتى بداية القرن الثامن عشر.
القرن الثامن عشر طبعا يعني وجود ظاهر العمر الذي وصل الى السلطه، ورث السلطه عمليا عن والده، وباقي اخوته يعني ورثوا السلطه عن والده. كيف ورثوها؟ لانه والده الشيخ عمر كان ملتزم يعني جامع ضرائب، يجمع ضرائب في بعض القرى في منطقه الجليل، خاصة في منطقة يعني ما يسمى اليوم مثلث يوم الأرض احنا بنسميه، اللي هو سخنين، عرابة، دير حنا. هذه المنطقة يعني كان يعيش الوالد، وهو يقوم بجمع الضرائب، ويعني ويوصل إيصال الضرائب لوالي صيدا. الوالي كان يجلس، يعني مقر الولاية كان في مدينة صيدا، ووالي صيدا هو من كان يعين الملتزمين لجمع الضرائب. و بعد وفاة الوالد يعني في حوالي عشرينات القرن الثامن عشر، ظهر العمر عمليا لظروف ما، وعلى الرغم من صغر سنه، يعني كان فيه الأخوة أكبر منه، لكن تم اختياره من قبل أخوته أن يكون هو يعني وريث الوالد، هو الملتزم الذي أتى وراء الوالد بعد الوالد. الآن المهم أنه هذه الفترة يعني 1720 1730 يعني بدايات القرن الثامن عشر تعتبر من أهم الفترات في التاريخ الفلسطيني الاقتصادي. ليه؟ لأنه إحنا لما نقول في 1730 20 يعني إحنا في بدايات ما يسمى في تلك الفترة في العالم في أوروبا الثورة الصناعية، يعني على أبواب الثورة الصناعية. ومثل كما نعرف جميعا أن الثورة الصناعية هي الثورة التي نقلت الإنتاج من مرحلة الإنتاج اليدوي إلى الإنتاج الممكن، يعني بالماكينات والصناعات. وأهم وسائل الإنتاج أو مواد الإنتاج في هذه الفترة، يعني في الفترة المبكرة للثورة الصناعية، كان منتوج القطن، يعني الألبسة والحياكي يعني كل ما يتعلق بتصنيع إنتاج وتصنيع القطن. وطبعا يعني بريطانيا وفرنسا اللي هن يعني الدول الرائده للثوره الصناعيه، لم يكن يتوفر لديهم قطن بسبب احوال الطقس الموجوده في اوروبا، والقطن الموجود عمليا كان اكثر في الشرق الاوسط، المنطقه المعروفه. واجود انواع القطن اللي كانت في تلك الفتره في الشرق الاوسط هي كانت على الشاطئ السوري، من شمال سوريا وحتى جنوبه. ولذلك يعني فلسطين كان في لها موقع هام جدا في إنتاج القطن. والقطن الفلسطيني الذي كان ينتج بالجليل، في منطقة الجليل، كان له يعني أهمية كبيرة وسمعة شهيرة في فرنسا بالذات. و لدرجة أنه التجار الفرنسيين الذين كانوا يستوردوا القطن جاءوا إلى عكا المدمرة، يعني عكا التي كانت عبارة عن أكوام أحجار في بداية القرن الثامن عشر، لم تكن أكثر من أكوام أحجار، لكن بقي منذ الفترة الصليبية بقي مكان واحد يعني صالح للسكن في عكا في تلك الفترة، وهو المكان المعروف بخان الإفرنج. يعني حتى اليوم حينما أنت تزور عكا، خان الإفرنج ما زال موجود مثلما كان، وحتى أنت تستطيع أن تميز هذا الخان عن باقي الخانات بالعلامات الصليبية للمملكة الصليبية في تلك الفترة اللي ما زالت موجودة على مدخل الخان. ولذلك مهم جدا يعني إذا تتحدث كمرشد سياحي خاصة سياحنا أجانب، خاصة أوروبيين أو فرنسيين، أن يعني يشهدوا ويشاهدوا نحن كفلسطينيين كيف نحافظ على حتى الرموز للدولة المحتلة الصليبية في تلك الفترة، وحافظنا عليها كجزء من التراث، على الرغم أنه هو تراث يعني سيء في تلك الفترة. ولكن المهم أنه خان الإفرنج هذا كان يستعمل كنوع من مستعمرة صغيرة يأتي إليها التجار الفرنسيين في موسم حصاد القطن لشراء القطن من الفلاحين الفلسطينيين في منطقة الجليل، خاصة الجليل الأدنى والشرقي والغربي، الجليل الغربي والأسفل، هذه القرى كلياتها، ويأتوا بالقطن إلى عكا، والتجار الفرنسيين قاموا بشرائه. الآن التطور المهم الذي حدث في تلك الفترة اقتصاديا هو أن التجار الفرنسيين حتى يمنعوا دكتور بس عفوا اعذرني، انا الباوربوينت مش عم تتحرك. لا هو بعد انا بساهم، فاهمني.
طيب انا بحكي لسه بس اركض فيها الباوربوينت شوي صغيره، لما بنوصل للبنايات بصير اهم. يعني الان خلينا بالكلام. بس اذا في امكانيه ولذلك تكبر يعني حتى الشاشه يمنع كمان. التجار. لسه بنشوف، هاي كبرناها كبرت. المهم انه التجار الفرنسيين حتى يمنعوا التنافس ما بين بعض البعض على الاسعار، ايش اللي عملوا؟ عملوا شغله جديده يعني لم تكن معروفه للفلاحين الفلسطينيين في تلك الفتره، وهي انه ياتي التاجر مع النقود نقدا عدا قبل بدايه الموسم، قبل بدايه موسم الزراعه، وياتي هذا التاجر الى الفلاح او القري، ويعني مع شيخ القرية يتفق معه انه انت كل اراضي القرية تزرعها قطن، وهي تفضل النقود يعني مقدما قبل ما انه نعرف شو الاسعار وكيف الاوضاع تكون، وتفضل روح خذ هاي المصاري وادفع الضريبة يعني على عاتق القرية هاي للوالي. فكان يعني هذا الترتيب مريح جدا لشيخ القرية وللتاجر، وكذلك للوالي اللي موجود في صيدا. ولكن هذا طبعا على حساب مصلحة الفلاحين، لأنه عمليا القطن تم بيعه بأسعار متدنية يعني، وهذا ما يعني خلق بالاقتصاد، نقل الاقتصاد الفلسطيني في منطقة الشمال في منطقة الجليل من اقتصاد للاكتفاء الذاتي، يعني انت بتزرع حمص وفول وعدس والى اخره حتى انت تطعم نفسك، الى اقتصاد بسموه اقتصاد استهلاكي. الاقتصاد الاستهلاكي بمعنى النقدي، انه انت تزرع مزروعات ليس لتطعم نفسك انما لبيعها، وتستعمل الاموال لشراء مستلزماتك. هذا التغير الهائل اللي حصل في المجتمع الفلسطيني خاصة في منطقة الجليل، يعني حينما ظهر العمر كان هو ملتزم المنطقة، فتح أعينها على أنه لماذا يعني أنا أقبل أن يأتي هذا التاجر الفرنسي إلى عكا وهو يربح هذه الأموال الهائلة نتيجة يعني التعامل المباشر مع مشايخ القرى المختلفة. فقام ظهر العمر عمليا، يعني أنا قاعد بختصر كثير لأنه قلت لي الوقت اللي معي نص ساعة تقريبا صح للكلام او اكثر دكتور. طيب. فهو عمليا ما فعله ظهر العمر انه عمليا فرض على القرى جميعها حتى قبل ان يخرج من طبريه وياتي الى عكا. يعني سنحكي اكثر انه فرض عليهم ان يتعاملوا فقط معه في بيع، يعني هو الوسيط الذي يتوسط ما بين الفلاحين والقرى وما بين التجار الفرنسيين، ولذلك هو يضع يعني نوع من اسعار معينه اللي يعني تاخذ من نسبه الربح او تقلل نسبه الربح للتجار، وهذا مما يزيد ارباح الخزينه التي هو يديرها ظهر العمر. وهكذا يعني في 1730 لما كان ظهر العمر يعني امتد امتيازه، الامتيازات تبعته من اجل الضرائب والالتزام الى منطقه طبريه. وفي منطقة طبرية عمليا يعني هو نقل العاصمة الأولى إن أردنا أن نقول، يعني مجازا نقول هذا الشيء، العاصمة الأولى الإدارية للمنطقة التي يحكمها، أو يعني يحكمها بمعنى أنه مسؤول الضرائب بها، من قرية عرابي في الجليل إلى طبرية. وحينما نزور طبرية اليوم يعني نحن ما زلنا نشاهد الآثار التي أبقاها ظهر العمر في طبرية. ولدينا كتاب جميل جدا رائع جدا لواحد من الرحالة الإيطاليين ماريتي اسمه، وهذا الكتاب طبعا على الانترنت موجود، اللي نشر في حوالي يعني الطبعه الاولى تبعته كانت حوالي 1780 1770 1780 هاي السنوات. وبتدخل يعني اذا بتكتب ماريتي MARITI بيطلع الكتاب، ومنيح انه الواحد ينزله لانه فيه معلومات شاهدها ماريتي حينما يعني قام بجوله في فلسطين في تلك الفتره، وكان ضيف خاص عند ظهر العمر في طبريه، ويعني يعطينا صوره ماريتي عن طبريه في 1730 35 وكيف تم استقباله من قبل الشيخ ظهر العمر الزيداني، وبعض العادات والتقاليد اللي كانت في طبريه في تلك الفتره. ولكن الاهم من كل ذلك، يعني انا كسائح اجي الى طبريه
ازور طبريه، ازور فلسطين ومنها طبريه. خلال يعني لما بمرق في الباص بطبريه بنزل بالنزول من الى البحيره، طبعا يستوقفني شيء اهم، انه على ايدي الشمال وانا نازل في سور عالي. هذا السور العالي ما زال حتى اليوم، يعني تستغرب انه حقيقه سور عالي يعني، والعرض تبعه اكثر من متر و40 سم، والارتفاع حوالي 9 متر، في اماكن حتى 11 و12 متر. هو بقايا السور الذي قام ببنائه ظاهر العمر حول طبريه التي كانت في يعني في مرحله انتقالها من قريه صغيره الى نوع من مدينه اللي تخدم المحيط المجاور لها. يعني عمليا كانت طبريه، اذا اردت، انه ظاهر العمر هو اول من فكر بجعلها نوعا من عاصمه لا اداريه للحكم الذي، ولذلك هو قام باحاطتها بسور. وهذه الاسوار ما زال قسم منها موجود في منطقه البر، يعني في انت نازل الى طبريه بالنزول، وفي اسوار حتى ما زالت على قريب من البحر من البحيره. واهم شيء كان انه لما ظاهر بدا يعني يفكر، ومريتي في هذا الكتاب بيشرح لنا ويعني من مشاهداته كيف كان يرى الناس يقومون بالبناء، بالمشاركه بالبناء، بناء السور حول والقلعه، بعض القلاع اللي في طبريه. والمهم انه ظاهر العمر يعني كان له رؤيه متقدمه في تلك الفتره، اذا اردنا، انه كان له علاقه مع تجار الشام، ومن بين تجار الشام كان في بعض التجار اليهود اللي عائله ابو العافي. فظاهر العمر قام يعني في 1730 بدعوه اليهود، الطائفه اليهوديه التي كانت تعيش في ازمير، ان تاتي وتستوطن في طبريه. وهنا يعني هي نقطة مهمة في التاريخ الفلسطيني في تلك الفترة. ما في قضية اسمها يهودي ولا مش يهودي، يعني أنت جزء من الدولة العثمانية. وتحدث ظاهر العمر مع رئيس الجالية اليهودية في إزمير، هو عائلة أبو العافي، ودعاه أن يأتي إلى طبرية. وكيف بده يقنعه؟ يعني ما هي الوسيلة لإقناع هذا الرابي أنه يأتي إلى طبرية؟ أنه قام ظاهر العمر ببناء حي كامل في طبريه اسمه حي الاسرائيليين. ده اسرائيلي بمعنى يعني الاسرائيلي بمعنى القران، يعني اليهود، مش اسرائيل تبعت اليوم. وهو يساهم ببناء هذا الحي. وهدول اليهود اللي كانوا في ازمير كانوا مشهورين ليس فقط في قراءه التوراه وما يعني بس تعلموا التوراه، انما كانوا يعني اصحاب مهنيين، حداد ونجار والى اخره. وهو كان بحاجه لهذه النوعيه من الناس، لانه يريد ان يوفر ادوات الزراعه لمين؟ للمنطقه القرويه المحيطه في منطقه طبريه. فكان بحاجه لرجال، يعني اشخاص اصحاب مهنه، فدعاهم. واسمع شو اللي عملوه. احنا بتعرف باسرائيل بسموها بالعبراني مسراد كليتا. مسراد كليتا شو بيعمل؟ هاي وزاره الاستيعاب اللي بيجوا عند اليهود من برا، شو بيعمل؟ بعطي بيجي من برا اليهودي، بعطيه اول شيء يعني دعم مادي وضرائب، تخفيض ضرائب، واشتري سياره واشتري براد والى اخره، واشتري شقه وشغلات يعني. فلذلك ظاهر العمر هو عمليا اول من فكر بذلك. 1730 قال يعني وعد الطائفه اليهوديه التي استقدمها الى طبريه بانه يعفيها من الضرائب لمده حوالي 10 سنوات متواصله خلال وجودهم في طبريه، وان يقيم لهم حيا كاملا في مستلزماتهم، وان يبني لهم كنيسا، وهذا شيء مهم، وكذلك يكون لهم مكان للقبور، مقبره خاصه بهم ما زالت حتى اليوم موجوده، على الرغم انه اسرائيل لما احتلت طبريه قامت بتدمير المقبره الاسلاميه، لكن المقبره اليهوديه وانت تستطيع ان ترى، يعني اذا اخذت السواح معك على طبريه واخذت الى المقبره اليهوديه فتستطيع ان تقرا على شواهد القبور هناك متى كبر ودفن فلان وعلان والى اخره، بينما لا تستطيع ان ترى ذلك في المقابر الاسلاميه، لانه تم محو هذه المقابر الاسلاميه من طبريه مع الاحتلال الاسرائيلي. يعني هذا الفرق ما بين شخصيه ظاهر العمر التي قامت يعني كمجتمع فلسطيني منذ تلك الفتره حافظ على
تلك المقابر لسنوات عديدة. ومن طبرية عمليا بدأ ظاهر العمر يفكر كيف يقوم ب يعني توسيع السلطة تبعته سلطته. ومن هناك النقطة الأخرى التي بدأ يفكر بالانتقال إليها هي الناصرة. 1735 يمتد يعني وجود، أنا لا يعني بديش أستعمل كلمة حكم لأنه يعني كلمة حكم لا تعبر بالضرورة عن الواقع اللي كان، إنما مد يعني سلطته إلى مدينة الناصري. الآن الناصري يعني أنا بسميها شرفة الجليل، البرندة تبعت الجليل. يعني كل من يأتي إلى الناصري كسائح وكمرشد لابد أن يأتي بالسواح إلى جبل القفزي في الناصري. صح، هذا لأنه كثير من السواح إذا كانوا يعني سياحة دينية بدها يريدون أن يروا أماكن يعني لها علاقة جدا بالسيد المسيح. وطبعا جبل القفزي هو من الأماكن الأثرية الهامة التي مربوطة بالقصص التوراتية المختلفة والسيد المسيح في الناصري. ومن يصل إلى رأس القفزي جبل القفزي في الناصري وينظر في مشهد رائع جدا اللي يمتد أمام عينيك، مرج بن عامر ينكشف انكشافا كاملا أمام عينيك حينما تصل إلى جبل القفزي. وما أهمية ذلك؟ أنه أهمية ذلك أنه المصدر الأساسي لغنى وثروة وقوة ظاهر العمر هو زراعة القطن، إن كان في منطقة طبرية. وطبعا منطقة مرج بن عامر هي منطقة كبيرة وواسعة جدا، وخاصة المنطقة المجاورة إلى الناصر كانت تستعمل يعني كمناطق تطوير زراعي للقطن هائل جدا. ولذلك هي القصة يعني عملية الانتقال إلى الناصر أو إقامة نوع من البناية في الناصر ليس فقط بسبب الزراعة، إنما بسبب زوجته لظاهر العمر الست نفيسة. وهي الست نفيسة اللي تزوجها ظاهر العمر هي من دمشق. وأنت بتعرف إنه العائلات الدمشقية يعني ما بتحبش تعيش في مناطق قروية، فهي العائلة الدمشقية الست الدمشقية الست نفيسة طلبت إنه يعني تسكن في منطقة شرحة وإلى آخره. وفي عنده في طبرية أكثر من زوجة واحدة. لذلك في 1735 بنشوفها أخرى شوي الصورة تم بناء هام جدا في الناصر. ما زال قائما هذا البناء على الرغم انه مهمل اليوم شوي، ولكنه هو بناء هام جدا اللي هو ما يسمى السرايا، سرايا ظاهر العمر المصري اللي هي يعني بيت الحكم وبيت الحاكم. وهذا طرز بناء يعني اركتكت يعني يشكل عمليا البناء الفلسطيني في القرن الثامن عشر. هذا المبنى الهام جدا في الناصر مبنى السرايا هو عمليا يشكل نموذج للحضارة الفلسطينية في القرن الثامن عشر، كيف تبني العقد والبيت الكبير، وكيف يعني الحائط الكبير هذا الذي يستطيع أن يتحمل الضغوط الكبيرة. ومن 1735 هذا البناء قائم وحتى اليوم يعني ولم يؤثر به شيء. يعني كانت في زلازل في المنطقة ولكن ما زال البناء قائما. وهذا البناء ليش مهم؟ يعني ممكن زيارته يعني لمن يسعى الى ذلك، لانه قريب الى كنيسه البشاره، كنيسه البشاره اللاتين. ولكن انت لما تصل الى هذا البناء يعني علينا ان نتخيل في تلك الفتره انه ما في لا كنيسه عاليه ولا ابنيه عاليه، لم يكن الا هذا البناء في هيك منطقه مرتفعه. ومن يجلس هناك ويعني بمحى المشهد اللي امامه يعني اللي موجود الان، هو يستطيع ان يرى ما يجري في مرج بن عامر بينما انت تجلس في السرايا. ولذلك اختار ظاهر العمر الناصره لتكون شرفه، يعني هي شرفه الجليل يستطيع ان يرى بها كل ما يريد، حتى يعني جنين اليوم، يعني جنين وحتى في طقس جيد يكون انت تستطيع ان ترى بنايات مدينه نابلس من الناصري. لذلك هي منطقه استراتيجيه تتحكم في المنطقه ولها يعني اراضي واسعه لا تستطيع زراعتها بالقطن. وكل ما زرعت قطن اكثر كل ما كانت كميه التصدير الى فرنسا بالذات يعني الى مرسيليا اكثر، وطبعا هامش الارباح اكثر واكثر. من الناصري ينتقل ظاهر العمر في 1744 الى المكان الاهم. لماذا المكان الاهم؟ اللي هو عكا.
لماذا؟ الأهم هو عكا، لأنه ظاهر العمر يعني يعتمد في ثروته وقوته العسكرية والاقتصادية والاجتماعية على قضية الكتب ومادة للتصدير وللتصدير لأوروبا، ولكن كان التصدير هذا يتم عن طريق التجار الأوروبيين الفرنسيين بالذات الذين يجلسون وين؟ كان التجار في عكا، ولذلك في خان الإفرنج في عكا. ولذلك ظاهر يعني حينما كان يصل إلى عكا رأى أنه عكا هي عبارة عن مدينة مهدومة وعبارة عن كوم حجارة كامل، يعني إذا أردت مصنع حجارة كامل موجود مهدوم. كل ما عليك أن تفعله هو أن تأخذ هذه الحجارة الموجودة التي كانت بيوتا في فترات سابقة، يعني أيام المماليك، وأن تعيد بنائها مثل الليجو، تصفطها من جديد لتصبح عندك مدينة جديدة. وهذا ما فعله ظاهر بالضبط، يعني لم يكن هنا حاجة لبناء من جديد، إنما إقامة الأبنية التي كانت في قبل من أيام المماليك والأيوبيين. ولذلك في 1744 ظاهر بطريقة ما، يعني لا ندخل في الموضوع الآن، يستطيع أن يمد سلطته إلى عكا، وتقوم ورشة بناء رهيبة في عكا. ورشة البناء هذه الكبيرة جدا هي عمليا إعادة بناء عكا إلى ما كانت عليه في أيام الحكم الصليبي وأكبر من ذلك. ولذلك يعني عكا أصبحت الميناء الرئيسي لفلسطين من 1744، يعني في القرن الثامن عشر. فعندك يعني لحتى الآن عمليا طبرية التي كانت قرية صغيرة مهملة لا تساوي شيء على ضفاف البحيرة أصبحت مدينة. في مدينة النصر كمان كانت الناصر، حتى جاء ظهر العمر كانت عبارة عن نور، يعني مع السواح بتيجي على الناصري تستطيع ان تاخذهم مثلا الى المطرانيه، مطرانيه الناصر، مطرانيه الروم الارثوذكس في الناصري. هناك في بعض المغور ما زالت موجوده التي كان يعيش فيها اهل الناصر في تلك الفتره، من مكان عباره عن مغور الى مكان استيطان مديني. ونفس الشيء نفس الشيء الى عكا، ويعني اعاد بناء عكا واصبحت مدينه جديده. ومن ثم المدينه القادمه التي كانت مهمه بالنسبه لظاهر العمر هي حيفا. وحيفا ما كانت الا عباره عن قريه صغيره على البحر لا اهميه لها، فقام ظاهر العمر بالاستيلاء عليها وهدم حيفا القديمه اللي كانت موجوده على، اللي بيعرف حيفا في منطقه اسمها شكمونه، شكمونه او تل السمك، هناك كانت تقوم حيفا وهي على راس الخليج، منطقه غير محميه بالمره. هدمها ونقلها الى داخل الخليج، حيث الان ما يوجد يعني المسجد الكبير والمسجد حيفا الكبير والمسجد الصغير، وفي عماره اللي تم بنائها اللي بتشبه الصاروخ في حيفا على انقاض حيفا العربيه التي كانت موجوده هناك. هنا هذا المكان الجديد في حيفا، واصبحت حيفا منذ ذلك الحين يعني تتطور خطوه خطوه لتصبح من اهم المدن في فلسطين. وهي كمان حيفا يعني انتقلت من مجرد قريه صغيره لا اهميه لها في راس الكرمل لتصبح فيما بعد مدينه وتدين في وجودها كمدينه الى ظهر العمر. ومن حيفا انتقل بعد ذلك الى يافا، لانه يافا هي كانت يعني الميناء الجنوبي لفلسطين، وكذلك كانت يافا في 1772 عباره عن يعني بلده صغيره جدا ليس لها اهميه كبيره. لذلك يعني انا عمليا لما بتحدث عن ظهر العمر فاقول ظهر العمر هو يعني من جعل فلسطين تصبح مدنيه بمعنى جعل المجتمع او نقل المجتمع من مجتمع قروي الى مجتمع مدني، يعني بنسميه بالانجليزي اوربانيزيشن اوف فلسطين. هو خاصه في منطقه الجليل ومنطقه الساحل تدين هذه المدن جميعها بقيامتها من جديد الى ظهر العمر. وبعدها يعني هاي باختصار شديد. واذا اردنا يعني بعض الصور نتحدث عنها خلال الصور، هذا البيت يعني في مدينه عرابه، اليوم مدينه نسميها عرابه في ذلك الفتره، الذي كان يعيش به ظهر العمر ووالد ظهر العمر في هذا البيت ما زال موجود حتى اليوم. واذا انت رحت على عرابه، وهو طبعا على راس التل اللي اقيمت عليه عرابه، تجد انه هذا البيت هو فريد من نوعه يعني لا يوجد بيت
آخر عرابي كان أو ما زال موجود بهذا الشكل. ليه؟ لأنه إذا أنت تنظر هنا إلى المدخل البيت فتجد أنه ما يسمى بالأبلق، وهو عبارة عن نوع من يعني نقل لل طرز البناء الشامي الى عرابي، وعلى الرغم انه عرابي كان يعني مكان صغير، لكن بالنهايه يعني كان مكان الولاده وليس مكان الحكم الاساسي، لانه منها انتقل الى اماكن اخرى. انا بيهمني جدا يعني كابن البلد، ابن فلسطين وكل فلسطين، يعني حينما يزور منطقه دير حنا، دير حنا مقابل عرابي، يعني تبعد عن عرابي قديش 2 3 كيلو متر، ليس اكثر من ذلك. واذا ما وجدت يعني انت كنت في دير حنا او في عرابي تجد انه البناء نفسه، القريه الام يعني الاساس هي على راس القلعه، على راس التله. ودير حنا اقيمت فيها قلعه كبيره جدا ما زالت اثارها موجوده، نحن نراها الان هنا بالصور، يعني الثلاث صور الموجودات. هذا المدخل اللي يدخلنا هنا يعني كمان يعني هو من القرن الثامن عشر، يعني انا اتحدث عن ابني اللي في 1730 1740 اللي هو التخطيط المدني الفلسطيني ان اردت. يعني لما بيجي بقول لك انه والله هذا كانت بلاد فاضيه ما فيها حدا وارض بدون شعب والى اخره، يعني انت بس خذوا على دير حنا، بدناش اكثر من هيك. وليرى اثار القلعه حتى بترميم هذه القلعه الرهيبه اللي كانت. لكن انت لما تدخل في داخل المدخل هنا وتدخل الى قريه دير حنا، تطلع هنا في عندك مدخل، عند المدخل في درج اللي بتقدر على على سطح هذا هون المسجد، ويعني فيه جمال معين. وهذا هو المجتمع الفلسطيني. على بعد اقل من 20 متر من مئذنه المسجد في دير حنا هنالك الكنيسه الارثوذكسيه التي تم اقامتها في فتره ضال العمر، وبتمويل حتى من عائله ضال العمر، وما زالت قائمه حتى اليوم. وحينما تنظر الى هذا المكان يعني ترى مأذنة الجامع المرتفعه ومقابلها يعني جراسيه الكنيسه، وكان يعني هذا التناغم ما بين اذان وما بين اصوات الاجراس في القرن الثامن عشر. هذا يعني يعني شهاده اعتزاز كمجتمع فلسطيني كيف كان يعيش يعني في هذه الفتره في زمن ظهر العمر كطوائف مختلفه قاس المكان باحترام. في الناصري اذا اخذنا انه يعني مثل ما عمل الناصري مكان مهم جدا، ولذلك هو حتى يعني يستطيع ان يطور المدينه او المكان هذا اللي اسمه الناصري بدل ما انه يكون عباره عن مغر. فاراد ان يكون يعني يشجع الناس على الهجره الى الناصري، يشجعهم على الهجره الى الناصري من الاردن، من لبنان، ما ايامنا يعني من سوريا، من الشام. ويعني جاء الى الناصرة العديد من من المغارني، من الروم الكاثوليك، ومن اللاتين. طيب اذا بدك تشجع كل هاي الناس اللي تيجي الى الناصري، مفروض ان يكون لهذه الناس، احنا نتحدث عن القرن الثامن عشر، مجتمع متدين، ان يكون لهم اماكن عباده. ولذلك لما بتيجي انت للناصري فتجد انه كنيسه الروم الارثوذكس تم بنائها وتجديد بنائها باموال وبتمويل من ظاهر العمر الزيداني لترميم الكنيسه الارثوذكسيه حتى اليوم. واكثر من هذا، يعني في عندنا احنا بالنصر نتحدث عن نوع من قصه ويعني لها اثر بالتاريخ، انه حينما كان يمر ظاهر العمر من الناصري لمحاربه الجيوش النابلسيه في منطقه نابلس، فوصل الى الكنيسه عند باب يعني كانت صغيره طبعا، وقال انه يا ستنا مريم، لانه احنا بنسميها كنيسه مريم العذراء، يا ستنا مريم إذا ما انتصرت على النابلسي فأنا سأعود إليك وأضيئك إلى آخر الزمان. فانتصر في المعركة مع جبل نابلس وعاد إلى الناصري، وقام ب
وقف مجموعة من الأراضي اللي مزروعة بالزيتون في منطقة قرية المجيد اللي أصبح اليوم اسمها مجدال عيمك استولى عليها اليهود، وفي منطقة أخرى بالناصري. وما زالت أشجار هذه الأراضي هي عبارة عن وقف للكنيسة، وعشرات مئات السنين حتى كان الزيت الذي يؤتى به لإضاءة الكنيسة من هذه الأراضي التي أوقفها ظاهر العمر لكنيسة الروم الأرثوذكس. ونفس الشيء مع الموارنة. فطبعا عندنا الموارنة منيح فيه ان في عندنا سجل الكنيسة، وسجل الكنيسة ما زالت يعني ما زال يحتوي على الوثائق من فترة ظهر العمر. وهناك في عندنا واحدة من الوثائق التي تتحدث عن يعني الإذن الذي أعطاه ظاهر العمر ببناء كنيسة الموارنة في الناصري ومساهمته في بناء هذه الكنيسة. وما زالت الكنيسة طبعا موجودة في منطقة السوق. وبعد ذلك جاء الروم الكاثوليك، والروم الكاثوليك قالوا له طيب يا أخي أنت بنيت للأرثوذكس والموارنة وإحنا يعني وين رحنا؟ فكان في ما زال موجود حتى اليوم المكان اللي نسميه المجمع اللي بتسميه السيناغوج. فعندنا الكنيسة في الناصري كنيسة السيناغوج. طبعا السيناغوج الكلمة اليهودية يعني مكان العبادة اليهودية، لأنه حسب القصة المروية أنه هذا المكان كان السيد المسيح قبل أن يصبح سيد مسيح كان هو عبارة عن يهودي الذي يعني يدرس في هذا المكان العبادي. وحسب القصة المتوارثة أنه حينما أصبح سيدنا المسيح عبارة عن مسيحا وليس يهوديا تمت مطاردته من هذا المكان، من مكان المجمع السيناغوج، وحتى وصل إلى جبل القفز، وهناك قفز واختفى عن الأنظار. ولذلك الروم الكاثوليك أن يعيدوا بناء هذا المكان وأن يصبح كنيسة. وما زال حتى اليوم اللي بيجي بزور السيناغوج أو المجمع أو الكنيسة الروم الكاثوليك على مدخل المكان هنالك يعني حجر من المرمر مكتوب عليه بالعربي وبالإنجليزي باللغات الفرنسية سيناغوج. يعني مرة ثانية إنه التراث الفلسطيني لا يخاف من لذلك يعني الفلسطينيين سكان مدينة الناصر لم يقوموا بمحو كلمة سيناغوج ووضع شيء مكانه. ما زال حتى اليوم يأتون للزيارة هناك، وطبعا أهلا وسهلا اللي بيجي بزور ويعني يضيء الشموع في كنيسة الروم الكاثوليك أو في المجمع للروم الكاثوليك. وكذلك اللاتين، يعني ما يسمى اليوم عندنا كنيسة البشارة اللاتين الكبيرة هاي المخيفة الهائلة من أخذ الضخامة، هي في بدايتها من أيام الصليبيين هدمت فيما بعد، وظهر العمر هو من أعاد بناء كنيسة اللاتين. فانظر معي يعني إلى الناصري عمليا، يعني لما تبني أنت 4 كنائس مع بعض البعض يعني في فترة قصيرة حوالي 10 سنوات، واللي بيجي على الناصر أنا بتحدث عن المدينة القديمة يعني يستطيع أن ينتقل من مكان إلى آخر يعني خلال دقائق. فأنت يعني في 4 أطراف المدينة القديمة يوجد 4 كنائس، وفي وسط الكنائس ال4 في الوسط ما يعني في المنطقة المتوسطة لهذه ال4 كنائس حينما تتجول أنت تجد المسجد الأبيض الذي هو يعني استمرار لسرايا ظاهر العمر. فهي مدينة الناصر كمان مرة من جديد يعني تمثل الحضارة والعصر الذهبي لفلسطين في القرن الثامن عشر، حينما يقوم الحاكم بنفسه ببناء الكنائس لمن يعني طلب أن يأتوا إلى المدينة وأن يهاجروا إلى المدينة، وفي وسط هذا المكان المحاط بالكنائس ال4 يتم إقامة المسجد الأبيض في مدينة الناصرة. يعني فهذا التناغم ما بين أبناء الطوائف المختلفة هو عمليا يعني شهادة لهذا المجتمع الذي قالوا عنه أنه يعني أرض بلا سكان. هؤلاء يعني هذا نموذج للسكان الذي كانوا في تلك الفترة. ولذلك يعني انا لما بسمي الكتاب تبعي او بالابحاث الاخرى اللي بكتبها عن ظاهر العمر انه العصر الذهبي لفلسطين هو يمثل شهاده اعتزاز وفخر لهذا المجتمع امام كل العالم. يعني حتى في الابحاث الاكاديميه انت لا تستطيع الا ان تعتز بهذا المجتمع الذي يعني كان موجود في هذه البلاد قبل ان تاتي الهجمه الصهيونيه عليه.
وهي مثلا واحده من الوثائق اللي كنيسه الروم يعني اللي كتبها ظاهر العمر، وهذا امضاؤه عمليا، وفيها يعطي الاذن لطائفه الروم الكاثوليك لبناء الكنيسه. هاي وثيقه معروفه يعني جدا في عده كتب بتلاقيها، وعند طائفه الروم الكاثوليك ما زالت موجوده ومحفوظه في سجلات الكنيسه كنيسه الروم الكاثوليك في الناصر. وحكيت انا عن السرايا في الناصري، هذا يعني واحد من مشاهد السرايا، يعني صور السرايا. وهنا انت شايف فوق في زي برج، هذا البرج طبعا هو اضافي، تم اضافته لاحقا للسرايا، اللي هو جزء من الابراج التي اقيمت في اواخر الدوله العثمانيه 25 سنه، يعني الذكرى الفضيه لسلطان عبد الحميد الثاني. وهذا البرج كان في الناصر وما زال موجود. هاي هي السرايا، منظر السرايا، يعني العمار، الفن العمراني الذي كان في فلسطين في القرن الثامن عشر، يعني ما زال ماثلا امام الاعين، يعني الحجر، طريقه البناء، العقد، والى اخره، يعني بكل تفاصيل الاركتكتشر الفلسطيني للقرن الثامن عشر. فما بده يجي يقول لي انه يا عم ارض بلا شعب، انا ما بديش احكي له ولا شيء، انا بس بدي اجي افرجيه يعني هذه الاثار الباقيه من القرن الثامن عشر. وهذا المكان مثلا السرايا تم استعماله كبلديه الناصري لحتى يعني قبل حوالي 30 سنه كانوا يستعمل هو المقر الرئيسي لبلديه الناصري. الان مره كانوا بدنا نعمله متحف في الناصر ولكن ما نجحتش الجهود، وما زال ولكنه قائم كما كان في تلك الفتره. وبعدها يعني في هذه المنطقة الواسعة في الجليل، أنت يعني أينما تتحرك في منطقة الجليل أنت تجد آثار ظهر العمر ماثلة للأعين. فمثلا يعني بنيت في فترة ظهر العمر عشرات القلاع والأبراج لحماية زراعة القطن اللي كانت يعني زراعة منتشرة في كل الجليل الأعلى، الجليل الغربي، الشرقي، الأسفل، مرج بن عامر، وحتى النفا. واذا اردت حتى مزروعات القطن كانت يعني في فتره ما في حوالي 1770 تصل الى حدود النكب الشمالي. يعني هذا شيء رهيب، انه يعني كانه صحراء هذه المنطقه، ولكن الى النكب الشمالي كانت تصل زراعه القطن، لانه هي كانت المصدر الاساسي. ولكن يعني ما يميز ظهر العمر انه هاي الاموال الرهيبه الكثيره التي ربحها من القطن، وفي عندنا ارقام. يعني ليش احنا عندنا الارقام كامله؟ لانه في الارشيف الفرنسي في مرسيليا في عندنا ملفات كامله لكميات القطن التي كانت تصدر من فلسطين، وكم كان يدفع مقابل هذه وانت تجد هنالك انه في عمليه ارباح هائله جدا، وتم استثمار هذه الارباح ليس لبناء يعني قصور والى اخره لشخص ظهر العمر، انما من اجل تمدين المجتمع الفلسطيني. صفوري عباره عن قريه تبعد عن الناصر الى شمال الناصر بس يعني حوالي 3 كيلومتر 4 كيلومتر. اليوم طبعا قريه مهجره هذه الصورتين، القريه قبل عام 48 قبل النكبه. وهذه القلعه التي بناها ظهر العمر، وبناها انه تكون ليس فقط قلعه لتحرس المنطقه الممتده من طرعان وحتى شفا عمر، يعني من قريه طرعان وحتى شفا عمر. هذه القلعه انت لما بتكون فيها ترى المكان امامك يعني بوضوح، لكن كذلك تم استعمالها على مدى اعوام عديده جدا. اكثر من 100 سنه كانت عباره عن مدرسه لطلاب القريه في صفوري المهجره. قلعة أخرى مهمة جدا يعني ما زالت قائمة بكبريائها، وهي قلعة جدين اللي بسموها اليوم بالعبرانية حيعام. قلعة جدين هي قلعة بالأساس قلعة صليبية، كانت مهدمة في الجليل الغربي، وقام ظهر العمر بترميمها. وأنت لما بتزورها بتزور مكان يعني تجد الرهبة في هذا المكان لكبره وحجمه، و يعني اللي كانت لما بتكون في الطابق العلوي في القلعه هاي تجد على انه لن يمر عصفور في المنطقه الا ممكن مراقبته ومشاهدته. وبعدها واحده من الاثار الماثله للعين في ما زالت المسجد الزيداني في طبريه، وهو واحد من المساجد الاولى اللي اقامت ظهر العمر في طبريه. يعني اليوم طبعا وضعه لهذا المسجد يبكي،
لانه بلديه مدينه طبريه لا تسمح بترميم هذا المكان. وين ترمموا للمكان مره واحده لما جاء السادات الى البلاد هنا، وكان اعتقدوا انه السادات قد يطلب ان يزور طبريه، يعني كان في بالبرنامج الزيارات، فقامت بلديه طبريه باستدعاء المقاولين من هون ومن هون، بسرعه بسرعه يلا ابدا اشتغل نظف وابصر شو. وبدا لكن السادات ما وصلش لطبريه، فبعد مباشره بعد انتهاء الزياره تركوا كل شيء على ما هو ولم يتم ترميمه، وعلى العكس يعني كانت في محاولات للتخريب وهدم. يعني سنه 2000 كانت في محاوله شديه من قبل سكان طبريه، هذول سكان طبريه اللي تم استخدام الكثير منها على يد ظاهر العمر، كانوا يريدوا هدم هذا المكان. واليوم يعني في محاولات جديه لمحاوله ترميم المكان، لكن تصطدم، يعني كلنا نصطدم بمعارضه البلديه، وفي الان يعني عمليه توجه للمحاكم في هذا القضيه. طبعا طبريه كمان مره الجامع الزيداني، يعني انظر هنا الحال الذي وصل اليه هذا المكان، يعني تقريبا يعني على شفا الانهيار. وكمان طبريه الاسوار اللي حكيت عنها اللي ما زالت موجوده حتى اليوم على البحيره وفي الشارع الرئيسي. وبعدها مسجد ظهر العمر في عكا، يعني عمليا ما زال طبعا هذا المسجد كبير، واحد من المساجد الهامه اللي بناها ظهر العمر في عكا. واضافه الى المسجد في عكا بنى ظهر العمر يعني الاسوار. احنا جميعنا اليوم يعني كثير منا بيعتقد انه اسوار عكا هي بقول اسوار الجزار، لكن اسوار عكا هي اسوار ظاهر العمر الزيداني. يعني هاي الاسوار المنيعه اللي بقول لك احنا المثل عندنا، يعني عكا ما بتخاف من هدير البحر. ليه عكا ما بتخاف من هدير البحر؟ لانه هذه الاسوار صمدت منذ 1740 وحتى اليوم، وعلى الرغم كل الموج واللي بخابط فيها لكن هي صامده. وهذه الاسوار هي التي هزمت نابليون. وبعد هزيمه نابليون قام الجزار احمد باشا الجزار بترميم ما تم تهديمه نتيجه القصف اللي قام به نابليون. يعني هذه الاسوار هي عمليا من هزمت نابليون يعني في فلسطين، وما زالت هذه الاسوار قائمه حتى اليوم. ويعني التجوال على هذه الاسوار في هذه المنطقه يظهر كم هذه العظمه كانت، وكم من الجهد ومن الاموال استنفذت هذه الاسوار. وبعدها يعني واحد من الاماكن المهمه في عكا التي اقام ظهر العمر هو السوق الابيض. السوق الابيض او ما يسمى سوق ظهر العمر في عكا واحد من الاسواق الهامه اللي الان يعني بالسنوات الاخيره تم ترميمها. ولكن يعني هذا السوق يدل على اهميه عكا، وكيف انه ظهر العمر استثمر هذه الاموال الكبيره جدا لجعل عكا من جديد تصبح مركز عاصمه الجليل ان اردت، او الميناء الاساسي الذي يصل فلسطين شمال فلسطين باوروبا. وهذا السوق اللي انت شايفه القبب الكثيره هو السوق الابيض الذي ما زال ماثل للعيان حتى اليوم في عكا. لذلك يعني اللي بروح على عكا يعني ممكن ان يقضي نهارا كاملا فقط يعني ينتقل من مكان الى اخر في فضاء ما تركه ظهر العمر في هذا المكان. وبعدها المكان الجميل اللي بناه ظهر العمر وما زال اثاره موجوده امامنا الان هو خان كبير جدا اللي اسمه خان الشوردة. والمدينه يعني كل مدينه فلسطينيه اذا اردت ان تعرف مدى اهميتها الاقتصاديه يجب ان تسال كم عدد الخانات في هذه المدينه. كلما زاد عدد الخانات كلما كانت الاهميه الاقتصاديه للمدينه اكبر. وطبعا عكا كانت مدينه مركز تجاري كبير، ولذلك بنى ظهر العمر في المدينه مجموعه من الخانات بالاضافه لخان الفرنجي الذي كان موجود قبل ذلك. لكن هذا خان الشوردة واحد من الخانات الكبيرة جدا اللي ما زالت موجودة حتى اليوم بكل هيبتها وعظمتها في عكا. ومثل ما قلت انه كان في قلاع كثير تم بنائها في فلسطين من قبل ظهر العمر. واحدة من القلاع هي قلعة اسمها قلعة رشمية في حيفا، ما زالت آثارها ماثلة العين، وهي على يعني رأس الكرمل، جبل الكرمل. يعني لما توقف هناك أنت تصبح الخليج، خليج حيفا وعكا،
يعني عباره عن سجاده واحده امامك تستطيع ان ترى كل نقطه في منطقه الخليج الذي تم بناؤه في 1749. وبعد ذلك مثل ما حكينا حيفا يعني نقل المكان من قريه صغيره وجعله مركز تجاري واقتصادي وميناء. ومن الاثار الباقيه للاسف لم يبقى من الاثار الباقيه في حيفا الا ما رايناه الان، البرج المهدم في رشميا، وهذا المسجد الذي يسمى المسجد الصغير لانه هو قريب على المسجد الكبير اللي بني فيما بعد. هذا البناء بني في 1750 51، ولكن للاسف حتى اليوم بلديه حيفا تمنع فتحه امام المصلين. لكن قامت قبل سنوات عديده يعني الحركه الاسلاميه الشماليه الشيخ رائد صلاح بترميم المكان، وتم اغلاقه فيما بعد ان البلديه لم تسمح بان تقام به الصلاه، ولكنه كاثر وموجود ما زال حتى اليوم، وهو يدل على مره ثانيه على الهندسه الفلسطينيه التي كانت في القرن الثامن عشر في تلك الفتره. بعد ذلك مسجد العبلين، يعني هذا ترميم طبعا للمسجد الذي تم بناؤه على يد يوسف العمر واخوه نضال العمر الذي كان يعني مقر قيادته في قريه عبلين في الشمال، وواحده من القلاع اللي هامه جدا. واليوم طبعا يعني في عمليه ترميم كبيره جدا لقلعه شفا عمر. هذه القلعه يعني حقيقه يعني شيء يعني كبير هذه القلعه، ويعني اذا انتهى الترميم منها خلال السنه هذه سيكون يعني عباره عن شيء جميل، فيه مطاعم، فيه مقاهي، فيه جلسات، ولكن حينما يزورها الشخص ويكون يعني في الطابق العلوي من هون انت تستطيع ان تشاهد الجليل حتى حدود لبنان يعني بشكل واضح، وهي منطقه مراقبه هامه تستطيع ان تراها من كل مكان في الجليل. يعني حكينا عن القلاع والابراج، وواحده يعني حتى حكم نضال العمر في فتره ما امتد من فلسطين الى شرق الاردن الى قريه اسمها تبنى، وهناك يعني بنى قلعه، وهذه الصوره هي عن قلعه تبنى التي ما زالت باقيه في قريه تبنى الى يعني قرب بين اربد وعمان، تبنى شرقي الاردن. وطبعا نضال العمر في 1775 تم قتله، يعني حينما الدوله العثمانية قررت التخلص من الحكم المحلي، وارسلت الجزار، وقام الجزار باستيلاء على عكا. والحادث يعني معروف ان احد الاتباع لنضال العمر بخيانته، ولكن يعني انا حادثه القتل هي تدل على يعني اهميه هذه الشخصيه والاخلاق التي كان يتمتع بها نضال العمر. لانه القصه تقول انه لما عرف نضال العمر انه يعني هو محاصر من البر ومن البحر ومن البر. من البحر كان حسن باشا الجزائري قائد الاسطول العثماني يحاصر عكا، ومن البر يحاصرها الجزار، فعرف انه ما في له مكان يعني الا ان يخرج من عكا، فاخذ يعني كل ما يستطيع ان ياخذه معه، ومعه يعني بنات عائلته السيدات الستات، وكان في عنده زوجي عائشي يعني اصغر خلينا واكثر النساء يعني محبوبه على قلبه. فحينما ترك المدينه وقبل ان يخرج من الباب الشمالي لعكا، بوابه عكا الشماليه، سال يعني وين عائشه؟ مش شايفها مع عائشه. فقالوا له عائشه يعني ما جتش، ما شفناهاش. فقال لجماعته انتم استمروا بالخروج وانا سارجع اعود لابحث عن عائشه. فرجع ووجد عائشه، وحينما يعني عاد لوحده عمليا ليخرج من الباب الشمالي باتجاه الجليل، واحد يعني خدامه السابقين الدنكزلي اسمه المغربي اوقفه وقتله وقطع راسه، وارسلوا راسه للجزار ولحسن باشا الجزائري الذي ارسله فيما بعد للسلطان العثماني، دليل على التخلص من حكم نضال العمر. ولكن يعني هذا المقتل لنضال العمر هذه النهايه يعني، وكان في تلك الفتره عمره 84 عام،
يعني ولكن لم يتنازل أن يترك مدينته وبلده دون أن يأخذ سيدته يعني زوجته معه، فدفع ثمن هذا الإخلاص أو هذه البطولة، دفع حياته ثمنا لهذا الشيء. ونعتقد أنه في قرية صغيرة مهجرة اسمها المنشية قرب عكا أن هناك يركض جثمان ظاهر عمر، والله أعلم إن كان هذا صحيحا أو لا، ولكن هذا الاعتقاد الموجود عند كثير من الناس. نعم. وطبعا يعني لابد أن أنهي بهذه الصورة. هذه الصورة هي فريدة من نوعها ومهمة جدا، وأنا يعني حطيتها على الغلاف الداخلي لكتاب الأخير اللي صدر قبل حوالي عام اللي عن مدينة يافا. فهذه الصورة يافا يعتقد أنها تم تصويرها في 1730 40 شيء من الشكل. لكن المهم أنه أنت هذه مدينة يافا التي كانت محاطة بالأسوار، وهذه الأسوار بناها ظاهر عمر في يافا، لأنه يافا كانت ميناء مهم وأراد أن يحافظ عليها. والمهم أنه انظر ماذا في، يعني هذا شبيه بعكا، لكن في خندق ما بين السور وما بين اليابسي. هذا الخندق كان هدفه المحافظة على الأسوار، وحتى أنه مدخل المدينة هون، مدخل المدينة، هذا مدخل المدينة هنا في قلعة اسمه، هذا المدخل اسمه بوابة كريم، وكريم هو حاكم المدينة الذي عينه ظاهر العمر، وهو كان نسيبه يعني جوز واحدة من بناته، وسمي هذا الباب على اسمه. وما زال يعني حتى يعني في بعض من اهل يافا اللي بيعرفوا بعضها من تاريخ يافا ما زالوا يذكروا هذا المكان بانه اسمه بوابه كريم، على الرغم انه تم محو هذا المكان بالكامل، لكن احنا بنعرف وين مكانه بالضبط. اللي بيعرف يافا اينما يعني وين برج الساعه، يعني قريب منه هناك كان مدخل المدينه في سنه في ثمانينات القرن الثامن عشر. وهكذا يعني اذا انا بدي الخص كل شيء عن اللي حكيته بالنسبه ليافا، فانا بقول شيء مهم بالنسبه لي انه ده urbanization اوف فلسطين، انه تمدين فلسطين. يعني كان في هنالك مدينه نابلس، كان في القدس، كان في الخليل، عباره عن مدن تقريبا، ولكن كل هذه المدن كانت في داخل فلسطين، في الناحيه الداخليه لفلسطين. انما على الساحل الفلسطيني منذ انتهاء عصر المماليك لم يكن هنالك مدينه ابدا، وكل هذا التمدين وهذه المدن تم اقامتها من جديد بيد الشيخ ظاهر العمر الزيداني، ولذلك هو له اهميه كبيره جدا. يعني تدين المدن الفلسطينيه على الساحل والناصر كذلك والطبريه لوجودها كمدينه لظاهر العمر الزيداني، ولذلك يعني انا اعتقد انه ليس كثيرا بحقه ان نقول انه هذا هو العصر في فتره الشيخ ظاهر العمر الزيداني. يعطيكم العافيه وبارك الله فيكم. شكرا كثير. في عند اسئله اخي؟ اهلا. في عدد من الاسئله انا بدي اطرحها. هي مكتوبه بالتشات، انا بمرق عليها وبقرا لك اياها اذا تفضل تفضل. هل كان صعود ونجاح الظاهر عمر سياسيا عسكريا اقتصاديا واجتماعيا يعكس ضعف الامبراطوريه العثمانيه؟ نعم، يعني هذا طبعا سؤال مهم، ولكن القضيه مش قضيه يعني ضعف الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه في لها بنيه، لانه يعني تعرف يعني هذا سؤال معقد شوي، مش سهل هذا السؤال، لانه في نظريه بسموها ذا ديكلاين ثيوري، اللي هي يعني نظريه الهبوط العثماني، الضعف العثماني. والنظريه بتقول انه منذ القرن السادس عشر اخذت الدوله العثمانيه بالهبوط حتى انتهت في القرن العشرين. يعني كلام يعني غير، انا باعتقادي غير مقنع في المره انه الهبوط يستمر الى هذه طول هذه المده من الزمن. لذلك النظام العثماني كان في تلك الفتره في القرن الثامن عشر ليس نتيجه لضعف، لكن نتيجه لنظام. يعني هذا النظام الدولي انه اعطاء المحليين، القوى المحليه ان تقوم بجمع الضرائب من السكان، وهي تكون وسيط ما بين الوالي وما بين السكان المحليين. فالمشايخ هم عمليا الواسطه ما بين السكان لجمع الضرائب منهم وايصالها للوالي، ليقوم الوالي بايصالها
للدولة العثمانية. الآن الشيء الفريد اللي قام به ظاهر هو ليس لضعف الدولة إنما لقوته هو. يعني أنا أنظر إلى ظاهر كشخصية اللي كان لها مصلحة بتقوية المكان الذي يعيش به، لأنه هذا المكان كلما أصبح أقوى كلما بالنهاية هو أعطاه يعني نفسه القوة. ولذلك هو يعني استثمار هذه الأموال الهائل في فلسطين هو ليس لضعف الدولة العثمانية إنما للرؤية التي كانت لظاهر في تلك الفترة أكثر مما هي عملية ضعف أو غير ضعف. هذا هو الشيء الفريد اللي يمتاز به ظاهر العمر، لأنه لم نجد مثل هذا الشيء عند آخرين، أن يقوموا باستثمار هذه الأموال الكبيرة والهائلة جدا في بناء فلسطين. وهو من بنى فلسطين عمليا في القرن الثامن عشر، وما زالت فلسطين يعني مضبوط احتلال اليوم، ولكن ما زالت هي تقوم على أنقاض ما قام به ظاهر العمر في تلك الفترة. نعم. في إمكانية عاود تذكر بأي سنة تم بناء سور طبرية؟ 1735، يعني بال30 لل 35 دول السنوات اللي كان فيها. وكتاب مريتي كتاب ممتاز جدا، يعني انا بوصي عليه كثير انه لانه بالانترنت متاح والى اخره، وواحد من الكتب القديمه جدا اللي يعني يشرح كثير عن طبريه وعن عكا بالذات وعن فتره ظهر العمر، لانه هو عاش وكان في عنده في البيت واكل عنده، يعني يتحدث عن مشاهدات شخصيه في القرن الثامن عشر. نعم. هل يوجد اهتمام من قبل وزارة السياحة بتصور الإسرائيلية في ترميم مواقع أثرية تعود إلى حقبة الظاهر عمر؟ ابدا. وزاره السياحه الاسرائيليه تريد ان تقضي على كل شيء يعني يتعلق بظاهر العمر، يعني هي عمليه محو متواصله ما تقوم به وزاره السياحه الاسرائيليه كما تقوم به الدوله الاسرائيليه بشكل عام، يعني محو متواصل للتراث الفلسطيني، وتراث ظاهر العمر يشكل تحدي للفكر الصهيوني، لانه الفكر الصهيوني يقوم على اساس مقوله انه يعني ارض بلا شعب وشعب بلا ارض، ولذلك يعني هي تتعارض، ولذلك كل ما تم محو من اثار وجعلها تتهدم وعدم الاستثمار فيها يعني كلما خدم النظريه الصهيونيه اكثر. واكبر مثل على ذلك حينما ياتي السائح وتاخذه الى مدينه طبريه، يرى الترميم الذي تشهده المواقع اليهوديه في مدينه طبريه، ولكن يرى الاهمال الرهيب الذي يعانيه مسجد الزيداني في طبريه على سبيل المثال. نعم. في دليل بشارك بحسب علمي ظاهر عمر فرض سيطرته على نابلس ووصل إلى غزة، هل تركت ظاهر عمر آثار يمكن رؤيتها في مدن الضفة حاليا؟ لا، هو يعني غزة لم يصل إلى غزة، وصل إلى يافا، ولكن إلى نابلس طبعا. والقصة نابلس قصة مشهورة جدا، لأنه يعني في تلك الفترة 1771 نتحدث، كانت يافا تحت حكم عائلة طوقان النابلسي. و في تلك الفترة ما حصل هو أنه تجار القطن اللي يعني أرادوا أن يتحرروا من قبضة ظاهر تركوا عكا وانتقلوا إلى يافا، وأصبحوا ينافسوا تجارة القطن العكاوية في يافا، ويافا كانت تحت حكم مين؟ تحت حكم آل طوقان، ولذلك قرر ظاهر أن يمنع هذه المنافسة، فقام ب يعني احتلال إن أردت استعمال أو السيطرة، وأراد أن يدخل إلى نابلس ويحتل مدينة نابلس، لكن قوات نابلس كانت هائلة جدا ومنعت ظاهر من دخولها، وبالنهاية يعني وقعوا نوع من اتفاقية شفهية أنه ظاهر أقسم أنه يجب أن أدخل إلى نابلس. فأهل نابلس شو عملوا؟ قالوا له يا سيدي أنت حلفت يمين وعلى راسنا وعيننا، تفضل ادخل إلى المدينة. دخل إلى المدينة على راكبا على الحصان، ووصل إلى مكان يسمى اليوم عين الست، وفي ناس بسموها عين السكر، إنما هي عين الست في نابلس. واللي بيعرف وين يعني بالضبط وين برج الساعة العثماني في نابلس بالضبط، هناك في عين ماء حد كنافة الأقصى اللي بتعرفها، طيب كنافة الأقصى يعني على فكرة. وسقى حصانه من هذه العين، وهكذا يعني لم ينفى يمينه، وترك المكان وعاد إلى خارج المدينة، ومن ثم استمر مع جيوشه إلى أن وصل إلى يافا، وكان
حاكم يافا من أردوغان قد ترك المدينة ودخلها ظاهر عمر إلى يافا، ومن ثم بنى السور الذي رأيناه بالصورة حول مدينة يافا. نعم. كيف بترد على الرواية الإسرائيلية التي تدعي بكل مناسبة أن الظاهر عمر بدوي، وما هو المقصود من ذلك؟ أولا يعني هذا بتعرف أنا يعني بسميه جهل، حقيقة جهل، لأنه يعني هو من ناحية واحدة، ولكن من ناحية ثانية خلينا نكون واقعيين في هذه القضية. إنه أول من كتب عن ظهر العمر عمليا كتاب تاريخ علمي هو ليس فلسطيني اللي كتب، هو يهودي. في 1942 في الجامعة العبرية كتبت أول أطروحة ماجستير في الجامعة العبرية عن ظهر العمر، واللي كتب الأطروحة هذه هسه بتذكر الاسم راح عن بالي شوي صغيرة، نشرها فيما بعد في كتيب صغير باللغة العبرية. وهناك هو قال أنا أعتقد عن مش عن سوء نية، يعني عن طيب خاطر، لكن عن عدم معرفة، أنه من أصول بدوية. يعني ولكن السؤال ما معنى أصول بدوية؟ يعني إذا أنا كنت جاي من الجزيرة العربية بسنة 1600 أو 1500 وبقيت في فلسطين في مدن فلسطين لحتى 1800 300 سنة، هلا يعتبر أن أنا بدوي ما زلت؟ ولذلك يعني قد يكون، لأنه في بعض المصادر اللي كانت في العربية من القرن بداية القرن العشرين أو آخر القرن التاسع عشر تذكر هذه المعلومة بأنه من أصول بدوية. هاي يعني المهم. وهذا الكاتب الإسرائيلي اليهودي في تلك الفترة، ما كانش إسرائيلي اليهودي، يعني كتب أنه هو يعني نقل هذا الجملة، وبعد ذلك أصبحوا يستعملوا هذه الجملة عن سوء نية أنه بدوي، بمعنى أنه لم يكن مجتمعا حضريا. هاي هي الهدف، أنه لما بده يقول لي أنه أنت يعني بدوي، أن أنت متنقل، ما في عندك مكان تسكن به، يعني حاضرة تسكن بها. لكن هذا شيء كلام لا يدعمه أي، يعني لا يوجد لدينا أي دليل مادي على ذلك، لأنه ظاهر العمر ولد في عرابة في بيت، شفنا الصورة تبعت البيت الجميل يعني بالصورة الدمشقية، ووالد ظاهر العمر قبله كان في منطقة عرابة كذلك، وسيد ظاهر العمر مش بس والده، سيده كان في، يعني في عندنا بحكي عن 3-4 أجيال متواصلة نعرفها بالضبط، يعني نعرف تاريخها، كانت في منطقة الجليل، تسكن في المناطق القروية في الجليل، وليس في مناطق بادية في منطقة معينة. ولذلك يعني هذا مهم جدا، أنه لا، هو فلسطيني حضري وليس شيء آخر. ولكن يعني كبدوي احنا فلسطين يعني نعتز فيه مين ما كان يكون، ولكن الحقيقة التاريخية يجب أن توضح في هذه القضية. نعم. كيف كان موقف الدولة العثمانية مما كان يفعله الظاهر عمر؟ يعني في مرحلة ما طالما أنه كان ظاهر العمر يدفع الضريبة بشكل منتظم ما كان في مشكلة. المشكلة أصبحت يعني في السنوات الأخيرة، على ما يبدو أنه يعني استنزف الخزينة بهذا الأمنية الكثيرة جدا اللي شاهدناها. يعني بأموال اليوم نتحدث عن ملياردات، يعني مدن كاملة أنشأها ظاهر العمر، مما استنزف خزينته، ولم يكن يعني ما كانش انه يوصل الضرائب المطلوبه منه بالشكل الكامل للدوله. واهم شيء بالنسبه للدوله انه يا عم ادفع الضرائب وفك عنها. فلما صار يقصر بالضرائب صار في عليه يعني ديون، ولذلك الدوله ارادت ان تزيحه عن حكمه. وطبعا ما كان في، لكن في ظروف حول هذه الفتره، انه كان في مصر كان تحالف مع ظاهر العمر، الدولة الروسية تحالفت مع ظاهر العمر، ويعني تعقدت الأمور. لكن في البداية القضية إنه ادفع الأموال المطلوبة منك والسلام عليكم، وافعل ما شئت في المنطقة، طالما أنه لم يكن هنالك ولو شهادة واحدة لأنه ظاهر العمر يعني وقف ضد الدولة العثمانية قبل 1770. 1770 تغيرت الأحوال، لأنه الخزينة يعني على ما يبدو أنه كانت تعاني من نقص، ولم يستطع أن يدفع الأموال المطلوبة منه. نعم. لماذا لا يتم ترتيب بيت الظاهر عمر وتحويله لمتحف ومكان لزيارة لإحياء هذا التاريخ المشرف بالذات للجيل؟
والله انا مثلك، يعني انا اللي سأل السؤال، احنا يعني من سنوات عديده نحاول القيام بذلك. وقبل حوالي 10 12 سنه، 12 سنه يعني كان في آه، تمويل لترميم المكان لجعله متحفا. ولكن يعني ما بدي ادخل في القضيه الان لانه في حساسيه معينه. تم ترميم المكان، ولكن اغلق مباشره بعد ان رمم، ولم يتم الاستعمال الا مرتين او ثلاث مرات. اللي انا اقمت فيه هناك المؤتمر الدولي عن الناصري، عملنا 3 مؤتمرات، وكان كل مؤتمر يتم افتتاحه ليوم او يومين في هذا المكان، وغير هيك لم يتم استعماله في المره. وللاسف اقول، وانا طبعا اضم هذا الصوت لصوتك، و في تقصير كبير منا احنا، يعني احنا المقصرين وليس طرف اخر مقصر في هذه القضيه. نعم. أم في شخص بتساءل، قرأت إنه طبع عملة، صحيح؟ لا ابدا، لا ابدا. في كمان سؤال، هل جماعة الزيداني في الناصرة هم من سلالة عمر الظاهر؟ نعم 100% طبعا. شجرة العائلة واضحة وضوح تام، وهم من سلالة ظاهر العمر، من سلالة عباس ابن ظاهر العمر. في سألوا إنه اللي ما بيقدر ينزل من الإنترنت الكتاب، هل موجود الكتاب بمكاتب؟ لا، وممكن تشتري من امازون، بس بدك تدفع حقه في امازون، لكن على الانترنت ببلاش. هذا الفرق يعني. اكتب كلمة ماريتي عندك على جوجل، بيطلع اسم الكتاب بالكامل. بدك تتوصل عليه من امازون، فهن بيعملوا له جلدة، بيقطعوه، بيعملوا له جلدة حلوة، وبيبعثوا لك اياه. بعرفش قديش المبلغ، 70 $80. انما انترنت بدون مقابل طبعا. أم هل أم هل في وقت ظاهر عمر تبلورت الهوية الفلسطينية؟ وهل صنف ظاهر عمر حكمه كدولة أو حكومة؟ لا، انا يعني طبعا اختلف كثير مع من قال، يعني في هنالك من يدعي هذا الشيء بانه يعني بدايه الهويه الفلسطينيه والى اخره. لكن يجب ان نذكر انه القرن الثامن عشر لا في قضيه قوميه، ولا في حتى الفكر القومي مش موجود. ظاهر العمر يعني هو حاكم، ان اردت عادل، طور المكان من خلال، يعني خلال رؤيه ان يطور حكمه هو. وقد يكون انه كان يفكر انه اولاده او هو احفاده ياتوا بعده، ليس اكثر من ذلك. يعني يجب ان لا نحمل هذه الفتره اكثر ما تحتمل، لانه كل ما يسمى وطني وقومي والى اخره، هذه الافكار كانت بعدها مش موجوده على الساحه في المره يعني. فلذلك في هنالك من يريد ان يفعل ذلك، لكن اذا اردنا ان نكون واقعيين في تاريخنا والا نحمل هذا التاريخ اكثر ما يتحمل، انا لا اعتقد ذلك. يعني هذا رايي الشخصي في القضيه. أم في إمكانية نذكر كيف صمدت عكا في فترة حصارها من نابليون؟ طبعا احنا يعني حصار نابليون لعكا تقريبا موثق بشكل كامل، يعني من مصادر عديده، يعني مصادر محليه ومصادر فرنسيه. يعني المرافقين لنابليون كتبوا مذكراتهم، ومذكرات نابليون نفسها تتحدث مجموعه صفحات عن عكا. صمود عكا كان لسببين اساسيين. انه اول شيء الاسطول البريطاني رافق، يعني وقف ضد نابليون، وكان له في ميناء عكا، وكان يزود مدينة عكا بكل ما يلزمها من مواد تموينية. هذا واحد. اثنين، لا تنسى أنه عكا فيها يعني مخزن كبير للماء، اللي يعني يخدمها لأشهر عديدة، غير الآبار اللي موجودة تحت جامع الجزار. كل جامع الجزار هذا الكبير يعني تحت البحر، تحت الجامع، هو عبارة عن بركة ارتفاعها حوالي 10 12 متر، اللي تستطيع أن تزود المدينة لأشهر عديدة. ومياه عكا كانت تأتي من نهر، من جسر الكابري الذي ما زالت آثاره موجودة حتى اليوم، الممتدة من قرية الكابري حتى مدينة عكا. ولذلك يعني حصار عكا لم يستطع أن يعني يؤثر في معيشة الناس في داخل المدينة. هذا واحد. اثنين، سور عكا الذي بناه ظاهر العمر يعني أثبت على أنه سورا كبيرا منيعا، استطاع
أن يرد قوات نابليون. والأهم من كل هذا أنه عند الجزار كان في كذلك مدافع طويلة الأمد اللي اضطرت نابليون أنه يقيم المعسكر تبع، يعني يقيم معسكره بعيدا عن الأسوار. وكان ينتظر نابليون أن تأتي المدافع طويلة المدى من مصر إلى معسكره في عكا، ولكن هذه المدافع في الطريق في البحر تم اكتشافها من قبل الأسطول البريطاني وتم تدميرها، فلم تصل هذه المدافع إلى معسكر نابليون. ولذلك نابليون استعمل يعني مدافع ولكن قصيرة المدى، فلم تستطع أن تؤثر في أسوار المدينة التي صمدت أمام هذا الغزو. نعم. في سؤال، كيف كان الوضع الاقتصادي قبل حكم الظاهر عمر؟ أنت تطرقت له بالمحاضرة، بس إذا نعم. هو عمليا يعني اذا اخذنا هي القطن هو اهم شيء في كل القضيه هذه، يعني بدايه القرن الثامن عشر، ولم يستطع يعني اللي كان يربح الارباح الكبيره هي كانت يعني تذهب الى جيوب التجار الفرنسيين. يعني ولم يستفد المجتمع الفلسطيني من هذا المنتوج في تلك الفتره بشيء عمليا، لانه من استفاد من التجار الفرنسيين. ونحن نستطيع ان نرى ذلك في سجلات الارشيف الفرنسي في مرسيليا الذي كان يعني المستورد الاساسي للقطن من عكا، كم كانت الاسعار متدنيه التي تصل الى مرسيليا، وكل هذا طبعا على حساب الفلاحين الفلسطينيين. ولذلك الفتره التي سبقت ظهر العمر الوضع الاقتصادي كان وضع يعني زي باقي المناطق، ما فيه يعني بحبوحه دعنا نقول للعيش. لكن حينما اصبح ظهر العمر هو الذي يعني يدير تجاره وزراعه القطن، هذا ما عاد على المجتمع الفلسطيني بالخير، وهذا الخير نراه في كل المدن الفلسطينيه التي تحدثت عنها. يعني كل هذه الابنيه التي كانت لم يكن امكانيه لبنائها بدون ما هنالك امكانيات اقتصاديه هائله في تلك الفتره. أي كتاب بتنصح فيه للواحد يقدر ياخذ معلومات بخصوص الظاهر عمر؟ يعني نعم. كتاب انشهر هو قناديل الملك الجليل. لا يعني هذا منيح قناديل الملك الجليل كل احترامي له، لكن تعرف يعني هو عباره عن قصه، يعني قصه متخيله اكثر ما هي الواقع. لكن في عمليا يعني في كتابين 3 كتب. في توفيق معمر المحامي، كتاب توفيق معمر المحامي اللي هو من اوائل الكتب اللي كتبت عن ظاهر العمر، اسمه الشيخ ظاهر العمر الزيداني، ممتاز. وفيه مجموعه مصادر اللي يعني مقالات اللي موجوده اليوم على الانترنت، لانه تم يعني رفع المقالات اللي من مجلات اللي كتبت في القرن التاسع عشر، اخر القرن التاسع عشر بدايه القرن العشرين. في كتاب ممتاز جدا لزميل موجود في غزه في جامعه الاقصى في غزه اسمه خالد صافي، الشيخ ظاهر العمر الزيداني. اظن انه ما رفعوش على الانترنت ولكن ممكن الحصول عليه، مهم. وفي الكتاب تبعي انا بعدني مش رافعه، بس اما انا وزعته ببلاش، اللي هو ظاهر العمر العصر الذهبي لفلسطين. ان شاء الله يعني هالايام القريبه نتفضى شوي صغيره برفعه على الانترنت، بيكون يعني متاح للكل. هدول اهم شيء، يعني هدول الثلاثه الاهم. وطبعا في اللي بيعرف بيقرا انجليزي وبحب انه يتوسع في الفتره هاي، في كتاب اللي هو كتاب هام جدا وممتاز ورائع للبروفيسور امنون كوهن بالانجليزي، فلسطين in the 18th century، فلسطين في القرن الثامن عشر. هذا كتاب هام مهم، اللي عمليا يعني قام البحث هذا معظمه قام به امنون كوهن من خلال الارشيف الفرنسي في مدينه مرسيليا، ولذلك لديه ارقام موثق توثيق كامل بالنسبه للسؤال اللي تحدث عن الاقتصاد والارباح والقطن والتجاره والى اخره. نعم. في سؤال، كيف نظرة اليهود بالأخص في طبرية، اليهود اليوم الموجودين في إسرائيل في طبرية لظاهر عمر، وهل بنظروا له كأول صهيوني؟ لا أعوذ بالله. أول شيء هن يعني إذا رحت على طبرية وسألت الناس هناك يعني لا يعرفوا شيء، يعني يستغربوا إنه شو هذا البناء اللي مسمين لي جامعة. يعني بتسأل أنت أهل طبرية، حتى الطلاب جامعيين يعني بتعلموا عندي بالجامعة،
يعني بتحكي له شو هذا السور الكبير اللي موجود هناك، شو هالاسوار، ما بعرف شو السيره. لانه في المدرسه طبعا لم يدرس شيء، لم يقرا شيء، ولا يعرف شيء، ويعتقد انه كله يهودي. يعني كله هذا يهودي، وابدا يعني ما في اي اهتمام بمعرفه تاريخ من ليس يهوديا، لا في طبريه ولا في غير طبريه. ولذلك في 48 مثلا اهل طبريه المدللين من قبل العرب كانوا اول من طرد سكان المدينه من هناك يعني. ولذلك في عندنا افلام وثائقيه تم تصويرها في طبريه اللي يعني تشير الى كم هؤلاء الناس اهل طبريه اليهود كانوا يعني موقف سلبي من السكان العرب حينما تم طردهم من المدينه واستيلائهم، لان طبريه يعني مباشره بعد طرد السكان منها قاموا بتدمير المدينه، يعني تدميرا كاملا، متفجرات ومن ثم بلدوزرات ومحي كامل للتاريخ. نعم. هل يعني أطلق أسم على الأراضي اللي كان يسيطر عليها الظاهر عمر؟ ايش يعني اصلا مش فاهم كيف؟ يعني كان لها أسم كدولة كإشي لا 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 منطقة؟ لا ابدا ابدا ابدا. هو كان يعني الامضاء تبعه كان يعني في له عده مرات امضاءات على الوثائق اللي موجوده. ظاهر العمر حاكم عكا، هيك، ليس اكثر من هيك. ظاهر العمر حاكم عكا يعني، واحنا اضفنا له حاكم عكا والجليل، بس الامضاء تبعه هو عاده ظاهر العمر حاكم عكا، اما لا دولي ولا اماره ولا الى اخره. يعني يعني في كل الوثائق اللي بين ايدينا عن ظاهر العمر من ايام ظاهر العمر ما لم يذكر فيها ولايه او اماره او يعني شيء من هذا القبيل. نعم. في شخص بيسأل إنه هل كان مسؤول المالية عند الظاهر عمر من بيت الصباغ؟ طبعا، لانه مش بس مسؤول مالي، يعني معظم المسؤولين الاداريين والطبيين كانوا من عائلات مسيحيه في المنطقه، ومنهم طبعا عائله الصباغ وابو كلوش والى اخره. طبعا الصباغ له اهميه كبيره جدا في تاريخ حكم ظاهر العمر، وطبعا يعني وحتى الصباغ كتب كتاب يعني اذا بتدور على اسم الصباغ له كتابين من عائله الصباغ اللي كتبوا ذكريات يعني عائله الصباغ في عكا. غاب عن اسمي، عن ذاكرتي اسم الكتاب بالضبط. في سؤال، هل أخلوا المسيحيين بالاتفاقية مع الظاهر عمر بخصوص حجم بناء الكنائس بالأخص كنيسة البشارة الأرثوذكس؟ خلاه أخل اخلوه بالاتفاق بالحجم؟ لا ابدا ابدا، لا على العكس. يعني هاي قضيه لم تثر ابدا. يعني انت في عندنا الوثيقه تبعت بناء الكنيسه للروم الارثوذكس، لانه كانت في مشكله مع اللاتين طبعا كانوا قبل كل هذول المجموعات، وان كانوا مسيطرين على الاماكن المقدسه في الناصره، ولذلك توجهوا لظاهر العمر وهو اللي قام بحل الاشكاليات هذه، وما كان في اي اشكاليه بالنسبه للحجم او الارتفاع او الى اخره. لا، ما بالمره لم يذكر هذا الشيء. يعني القصة الشعبية إنه كان لازم تكون بحجم جلدة بقرة هي مش قصة حقيقية. انا اول مره بسمعها، انا ما بعرف جلده بقره بجلده، ابدا ابدا، ما في هل عندنا. انا ما عنديش معلومه بالموضوع هذا. هل هناك مسارات تشمل قلاع الظاهر عمر؟ يعني ما شو مسارات، يعني ما في حدا منا اللي وضع يعني مسار معين، ولكن هذا طبعا انتم يعني هذا يعني هذا مشروع يعني عمليا يسوى انه واحد من الاخوه الزملاء ان يقوم بوضع مخطط لمسار من شمال فلسطين الى وسطها للتتبع القلاع التي بناها ظاهر العمر. يعني انا كنت اعمل حتى يعني قبل انا سنتين ثلاثه تقريبا بشكل دوري كل سنه لطلابي في الجامعه، انا بعلم كورس كامل عن القرن الثامن عشر. كنا نعمل جوله بنسميها يعني جوله في تتبع اثار ظاهر العمر، لكن يعني ليوم واحد
اللي تبدأ من حيفا، الناصري، طبرية، عكا وعودي. لكن تستطيع أن تعمل يعني يكون لك مسار كامل متكامل، مش يوم يومين وثلاث أيام حتى، ك يعني مرشد سياحي. دليل طبعا هذا شيء مهم جدا أن يقوم واحد من الزملاء بكتابة هيك كتيب صغير ومرشد اللي يقوم مش للسواح، يعني أهل البلاد، يعني يقوم بجولات للتعرف على وطنك ويزور هذه القلاع المنتشرة في شمال فلسطين، وما زال عدد كبير منها موجود. يعني دير حنا تسوى زيارة، عرابي تسوى زيارة، قلعة صفوري هامة جدا، قلعة شفا عمر هامة جدا، قلعة روشمية يعني قلعة رهيبة، وهكذا. يعني إذا أخذنا القلاع وإذا أخذنا الآثار المنتشرة على في فلسطين، أنا أعتقد إنه هذا يعني على الأقل أنا الطلاب اللي كنت أخذهم معي، يعني كنا نأخذ باص كامل، كانوا ينبهروا بما يروه يعني في تركيا، عرب ويهود، وما بالك إذا كانوا من الفلسطينيين اللي ما بيعرفوا شيء عن حضارتهم وعن ثقافتهم، يعني عن مجتمعهم وعن تاريخهم. فهذه بتكون خدمة كبيرة جدا احنا نقوم بها تجاه أبناء شعبنا في هذه الفترة بالذات. نعم. شكرا لك دكتور. احنا هيك خلصت الأسئلة أستاذ يوسف. الله يسعد مساك ويعطيك ألف عافية دكتور، المضبوط أبدعت ومعلومات قيمة جدا جدا جدا. وإحنا يعني بالذات اللي بنذكر شخصية ظاهر العمر على القليلة 4-5 مرات برحلتنا بالشمال بالجليل، أضفت لنا معلومات كتير قيمة عن الشخصية هاي المهمة، واللي طول عمرنا بنحكي إنه هو حاكم بالفترة العثمانية فلسطيني مش مستورد زي أحمد باشا ولا أي حدا تاني جاي من بلد تانية. يعني هو الوحيد اللي نقدر نعتبره ابن البلد وفلسطيني. أنا بشكرك باسم كل الأدلاء. اليوم كان الحضور حوالي 77 شخص حضروا محاضرتك، وهذا إشي بدل إنه بالاهتمام بهذه الشخصية. وبس سمعوا اسمك في كتير مدحوك من الناصرة بيعرفوك شخصيا، وقالوا إنه راح تكون المحاضرة ممتعة، وإنه المضبوط هي ممتعة جدا، والمعلومات كتير قيمة، وأسلوب كتير راقي، والله يعطيك العافية، وشكرا لك كتير. يعطيك ألف عافية وبارك الله فيكم بالنجاح لنا ولكم إن شاء الله. تسلم. شكرا لك. شكرا لك. إلى اللقاء. باي باي. مسيكم بالخير يا جماعة. شكرا عمر.